الزمالك بيكسب ديكيداها 1-0، 7-0 مجموع الماتشين، والزمالك يتأهل رسميا لمرحلة المجموعات من الكونفدرالية. ده عادي. أداء سيء، أداء عشوائي، إدارة سيئة عند مع جمهور الزمالك هتدي النتائج كارثية، وحاجة مش أحسن حاجة. لعيب بيماطل في التجديد، لعيب بيرفض التجديد، لعيب بيحور. تلعبه ليه وانت عارف ان هو بنسبة كبيرة متفق الناحية التانية؟ بتلعبه ليه؟ بتعاند مع مين؟ بيلعب 90 دقيقة وبتحسب ضربة جزاء بتديها له. انت بتعمل ايه؟ مدرب عجيب ومدرب غريب بيدرب الزمالك. هل انت واخد تعليمات من المدير الرياضي؟ يا عم خد المدير الرياضي وامشي، سهلة وبسيطة يعني، ما فيهاش حاجة. انتوا مش هتمشونا على مزاجكم. لعيبة كان المفروض تبقى موجودة ما كانتش موجودة. يعني محمد السيد بيلعب ليه؟ محمد شحاتة كان اولى بقى، محمود جهادة اولى، احمد ربيع اولى، ولا ايه؟ ولا احنا غلط ولا ايه؟ بتلعب ماتش من غير ديفندر قدام فرقه مالط عملت عليك ماتش كبير، وكان لو عندهم حد فينيشر ممتاز كان قدر كان احرجك النهارده، كان احرجك بشكل كبير. شكلك كان وحش. ايه العك ده؟ ايه العشوائيه دي؟ ايه القرف ده؟ واحد زي شيكو بنزا بيعمل ايه طول 90 دقيقه في الملعب؟ انت شايفه مش قادر يلعب، مش عارف، ما بيعملش حاجه، كل بتاعت من تحت رجله وبيعمل حاجات غريبه. سايبه في الملعب بيعمل ايه؟ بتلعب من غير ديفندر وقلنا ماشي. يعني انا مش فاهم حاجه بصراحه. اول بالكامل ما فيهوش الا فرصه واحده في الدقيقه 32. سيف جعفر عمل عرضيه للونش، الونش شاطها بقوه جت في العارضه. تخيل، الدقيقه 32 اول فرصه للزمالك ده 32. وبعد ذلك الحكم بيحسب ضربه جزاء عرضيه من عمر جابر عدت قدام سيف الجزيري بغرابه، راحت لاحمد شريف، الراجل حط رجله ضربه جزاء، دخل الجزيري جابها جون. شريف اتصاب، بنزا نزل بقى يمين، شيكو بزيرا نزل، بنزا راح ناحيه الشمال، وما شفناش برضو جديد، لان نص الملعب ضايع، مفيش نص ملعب اساسا. حميد معالي بيلمس كويس لكن تحركاته فيها مشكله. سيف جعفر مش هيلعب ديفندر، مش بتاعته. محمد السيد صباح الفل. فالدنيا مش احسن حاجه. انت ككوتش بتعاند مع مين؟ ما انت في الاخر هتبقى فاشل. جينا بين الشوطين بقى نخرج اسماعيل ونزل حسام عبد المجيد، وخرج فتوح ونزل بنتاج. طب الناس دي كنا عايزين نديها ثقه ان هي تلعب وتدوس. التاني بقى الجيم كله ناحيه مرمى الزمالك، ناحيه مرمى الزمالك. الفرقه التانيه ماسكه كوره وبتروح لكن بعشوائيه كبيره زي عشوائيه الزمالك بالظبط. تيجي بقى اللقطه الاهم، ضربه جزاء تانية للزمالك والجمهور عمال يهتف اصلا ضد محمد السيد من الشوط الاولاني، بيدوا له ضربه الجزاء يلعبها في لقطه غريبه جدا جدا الحقيقه. فسبحان الله تضيع. فبتعاند مع مين؟ ضاعت. ضغط من الفرقه التانية، ومحمود جابت محمود بنتاج بقت مخترقه. محمود بنتاج كان مميز جدا دفاعيا، دلوقتي بيتزحلق ويقع ويعمل حاجات غريبه قوي. الدباغ نزل ضيع انفراد، عمر جابر حط له كوره ضيع انفراد صعب قوي. ايه ده يا جماعه؟ كارثه انك تلعب ماتش ما فيش ديفندر، زي ما عملها قبل كده برضو في الدوري. كان في ماتش لما اتصاب دونجا ما كانش فيه ديفندر بديل، فتح الملعب خسرنا الماتش. فاكرين ماتش دجله تقريبا ولا كان ماتش مين؟ فكروني كده. مدير فني ملط، انا اسف بقى في اللفظ، مدير فني ما عندوش فكره، مدير فني وجوده في الزمالك هيبقى بتضرر علينا. زي ما قلت قبل كده، لو المدير الرياضي شايف ان لازم الراجل ده يكمل، انا شايف ان المدير الرياضي نفسه يمشي. شايف ان المدير الرياضي نفسه يمشي. احنا بنحب الزمالك، ما بنحبش اي حاجه تانية غير الزمالك. من اول ما جه جون ادوارد وقلنا احنا مؤيدين ومساندين واقفين. لكن انت بتعاند في مين؟ لعيب مش عايز يجدد لك بتلعبه ليه؟ ما تركنه وخلاص، ما هو خلاص قدامه كام شهر وهيمضي وهيروح الناحيه التانية زي ما احنا كلنا عارفين. العبه ليه؟ ما انا عندي لعيبه اولى، بكرر كلامي. عندي لعيبه اولى. حسام عبد المجيد لو جاله عرض يمشي، الف سلامه، الف سلامه. مش هتقف على حد وما بقتش تقف خلاص. ماتش قمه العبث، ماتش يقول لك ربنا يستر من اللي جاي. كنت كسبان 6 الماتش اللي فات ومعنوياتك مرتفعه والدنيا تمام. النهارده اتفرجت على ماتش عك بشكل كبير جدا. العيال بتوع الاكاديميات ما يعملوهوش الحقيقه. يعني العيال بتوع الاكاديميات ما يلعبوش بالشكل ده. بالتوفيق للزمالك في اللي جاي، والزمالك بيصعد دور المجموعات وده المهم. شكرا.